السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة النهاردة معانا حالة إنقاذ. زي ما انتوا شايفين كده قدامنا نتاية كناري. النتاية دي كده أول ما دخلت لقيتها عندها احتباس بيضة وقاعدة في الأرض وبتموت ومفيش حركة خالص. طيب، ايه الطريقة اللي هنبتدي نعمل بيها الحل ان احنا نساعدها؟ لأن هي طبعا لو اتسابت كده هتموت. أول حاجة بنجيب كوباية بيبقى فيها مية سخنة بتطلع بخار وحبة زيت زيتون والسلاكة اللي هي بنعمل بيها ودنا ديت. ونبتدي ايه الطريقة. اول حاجة بنمسك العصفورة بالراحة خالص ونحطها على الطبق بتاع المية او الكوباية اللي فيها المية الدافية، بحيث ان البخار اللي طالع يبتدي يرطب المنطقة بتاعة البطن عندها، بحيث ان احنا ايه نحاول واحدة واحدة كده نساعد الموضوع ان هي تحاول تطلع البيضة او تسيسر معانا الامور. البخار بيعمل زي التليين. وبنبتدي نجيب الزيت زيتون، تمام، وندهن المنطقة اللي العصفورة بتبتدي ايه تبيض منها. وبالراحة واحدة واحدة بنبتدي نساعد العصفورة بإن احنا نضغط من جوه إلى بره، من جوه لبره، بهدوء وبالراحة جدا جدا، وبنشوف البيضة في المكان اللي هي ينفع تطلع منه في نفس الوقت ولا مش هتعرف تعملها في نفس الوقت. احنا بنعمل حاجة اسمها مساعدة مبدئية. لو البيضة داخلية، البيضة هنا في المنظر زي ما انتم شايفين كده، البيضة هنا داخلة جوه، احنا مش هنعرف نزقها بايدينا لان احنا هنجرب زي ما هوريكم كده في الفيديو. الأعصاب بتتألم جدا وطبعا الموضوع بيبقى مش سهل عليها، فاحنا كل حاجة بتبقى برفق وبتبقى بالراحة جدا، لأن دي في الأول وفي الآخر ايه روح وبتحس. نبتدي ندهن بس الفتحة بتاعة الإخراج عندها أو فتحة مطرح ما بتبيض كده، ونبتدي مثلا ايه بس ندخل نقطة الزيت وبتاع عشان تعمل زي تليين، ونبتدي نزق من بره كده لجوه بالراحة، بحيث ان البيضة تبقى ايه بين ايدينا اكنها تطلع لبره. واحدة واحدة، وبتبتدي تشوف هل هتعرف تطلعها معاك ولا الموضوع هيبقى صعب. كان في حالة قبل ديت بس ما اتصورتش، كانت البيضة خلاص على وشك ان هي الخروج، ولما عملنا زي الطريقة دي بالظبط كده لقيت ان البيضة طلعت في ايديا على طول، والحمد لله العصفورة قعدت بالظبط ربع ساعة بعدها وفات. طيب، بص زي ما انتم شايفين العصفورة مفيش اي حركة، عينيها مغمضة تعبانة جدا، طبعا ألم رهيب. احنا بنبتدي بس نديها الحاجات ونوقفها ترتاح لان الموضوع بيبقى صعب. وبعدين نبتدي تاني معاها واحدة واحدة، بحيث ان العصفورة ما تجهدش مننا وما يحصلش مثلا لا قدر الله اي ايه اصابات، ان البيضة مثلا تتكسر جواها ولا حاجة فتموت، فتقطع مثلا الشريان او حاجة جوه فتعمل نزيف. نبتدي برضو نحط البخار تاني بحيث ان العصفورة المكان يبقى رطب على قد ما نقدر. والزيت بيعمل زي عملية تسريع في ايه ان هي البيضة تطلع اسرع او كده. بنبتدي نتابع معاها واحدة واحدة وبناخد راحتنا خالص، يعني ما بنتوترش عشان خاطر ما نأذيهاش، لان العصفورة كلها على بعضها حساسة جدا وخفيفة جدا جدا متستحملش. فاحنا بنبتدي نساعدها واحدة واحدة ونشوف. وبرضه في الاول وفي الاخر بتبتدي انت تحدد الحالة اللي معاك، العصفورة البيضة تقدر تطلعها في ساعتها ولا احنا هساعدها ونسيبها هي تطلعها. الحالة هنا زي ما قلت لكم كده حاولت اخرج الفضلات بتاعتها المحشورة في البطن او محشورة يعني عندها، مش عارفة تطلعها طبعا بسبب البيضة. وساعدتها واحدة واحدة وحطيت الزيت وايه والبخار. وبعد ما بخلص كده بقوم سايبها في العش بتاعها تاني فوق في البيضة بتاعتها كده في القفص، واسيبها ترتاح. وبعد شوية مثلا نص ساعة ولا حاجة كده ببتدي ايه اراجع اشوف هل هي عرفت تطلع البيضة لوحدها ولا الموضوع كان بالنسبة لها صعب وهتحتاج ان انا اتدخل. اهم حاجة في خروج البيضة لازم تكون ملاين الموضوع صح والموضوع يبقى مترتب، بحيث ان انت تعرف البيضة تخرج مرة بسهولة، لان الرحم ساعات بيطلع معاها فبتبتدي ترده تاني لو خرج لا قدر الله. اهم شيء الهدوء والراحة، وان انت تبقى بتساعدها بالراحة جدا جدا، لان البيضة زي ما انتوا عارفين بتبقى خفيفة، لو اتكسرت لا قدر الله في البطن جوه أو في الرحم هتلاقي ان البيضة القشر بتاعها عور العصفورة ولا قدر الله بتموت في ساعتها. فانت بتبتدي تتابعها واحدة واحدة، بتساعدها بالراحة وبتحاول تجرب معاها كده وتشوف هي دلوقتي قادرة تطلع ولا مش قادرة، وهكذا. تفضل تتابع معاها واحدة واحدة وتسيبها شوية وترجع تكمل وشوية وترجع تكمل. هنا الحالة اللي معانا ديت العصفورة الحمد لله بعد ما سيبناها رجعت لها بعد ساعة، لقيتها الحمد لله باضت وفات. وهتشوفوا طبعا شتان الفرق بين اول الفيديو هي كانت قاعدة في الارض ما بتتحركش وما بتفتحش عينيها حتى، وفي اخر الفيديو لما هي بيضت البيضة بقت العصفورة عاملة ازاي.
الكناري من الطيور الحساسة جدا، غير الاسترالي وغير الطيور التانية. طائر خفيف جدا وطائر ضعيف جدا، فانت تعامل معاه بالراحة. كده النتاية باضت الحمد لله. وهوريكم البيضة في القفص، وبعد ما فاقت بقى منظرها عامل ازاي. وده الذكر قاعد في القفص معاها. والحمد لله زي ما انتوا شفتوا كده البيضة اهم حاجة صحة الطير مش البيضة، لان البيضة في الاخر طلعت مش مخصبة. بس الحمد لله ان هي بقت بخير. ويا رب تكونوا استفدتوا واكون افدتكم، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.